الكرد لهم حق بالعراق أكثر من العرب، لأن هم أقدم وجودا في العراق من العرب. من العرب نفسهم؟ طبعا العرب شكل جو صار لهم 1500 سنة، يعني بداية الفتوحات الإسلامية تقريبا أو قبلها؟ أي 1500 سنة، يعني أكثر شيء. ايش قد الهجري احنا سنة 1450. ايه احنا جينا 1441 يعني صار لنا 1450 سنة. صحيح. الكرد موجودين هنا من 6000 سنة. كانوا الأكاديين والسومريين وكانوا بالشمال الكرد. كانوا على الحدود بين إيران وبين العراق. يقولون هناك أمة نعطيهم اسم موجودين هنا، موجودة على الجبال تفصل العرب عن الفرس، هي الأمة الكردية. الله. فاحنا ما علينا بين الاعتراف بها وبين وجودها. هي موجودة. لا كوجود هذا ما ممكن أحد. فالأمة الكردية موجودة من 6000 سنة في المنطقة. العرب موجودين من 1450 سنة. الأمة الرابعة. هم الأمة الرابعة. احنا سوينا إسرائيل الأمة الرابعة، لأنه هي المنطقة عرب فرس ترك. الأمة الرابعة جتي الصهيونية. بينما المفروض هي الرابعة الكردية. ومن يحجون الكرد يقولون هاي حركة صهيونية. انتم الصهاينة، انتم اللي اعترفتوا بإسرائيل، عندكم سفارات. صحيح. انتم صهاينة، مو الكرد صهاينة. شو علاقة الكرد بإسرائيل؟ ولا لهم علاقة بالقضية العربية فلسطين؟ مو؟ ليش ما لهم علاقة؟ لا يعني هم كعلاقة